هلال الإمارات ومشاريعه في شهر الخير. ما إن استهل هلال شهر رمضان الكريم لهذا العام من سنة 1444 للهجرة، حتى استهلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سلسلة مشاريعها الرمضانية الخيرية في محافظة شبوة. إذ كان في باكورة هذه المشاريع الخيرية مشروع إفطار صائم، حيث قام الفريق الميداني لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي مسنودا بعدد من المتطوعين بتوزيع ما يزيد عن 10,440 وجبة إفطار يومي خلال شهر رمضان الكريم. وحرصت الهيئة من خلال هذا المشروع إلى استهداف المرضى ومرافقيهم بوجبات الإفطار في المستشفيات ومركزي غسيل الكلى والأورام في مدينة عتق، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة والمتعففة في الأحياء والحارات داخل المدينة. وفي الوقت نفسه قام الهلال الأحمر الإماراتي بتكليف 3 فرق تطوعية من الشباب المتطوعين مع الهيئة والإشراف عليهم وتوزيعهم على المداخل والمخارج التي تربط مدينة عتق عاصمة المحافظة بالخطوط الرئيسية والدولية. وهدفت الهيئة من خلال توزيع هذه الفرق التطوعية إلى تقديم وجبات الإفطار أو ما يسمى بكسر الصيام للمسافرين وعابر السبيل. ولأن رمضان هو شهر الجود والإحسان، واصلت أيادي الخير الإماراتية دعمها السخي من خلال إطلاقها لمشروع التمور الرمضانية، حيث وزع الفريق الميداني للهيئة بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية في مديرية عتق ما يزيد عن 20 طنا من التمور الرمضانية. وهدفت الهيئة من خلال هذا المشروع إلى تخفيف المعاناة عن كاهل الكثير من الأسر الفقيرة والمتعففة وذات الدخل المحدود في جميع أحياء وحارات مدينة عتق، فيما تم تخصيص كميات أخرى من التمور لتوزيعها على المساجد والمستشفيات بالمدينة لتفطير الصائمين. ولأن شعارها الإنسان أولا، لم يقف الدعم الإماراتي لأبناء شبوة عند هذا الحد، بل إن جسور العطاء الإماراتي ظلت ممدودة تحمل على متنها قوافل من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، لتستمر ينابيعها تفيض بالخير في شهر الخير، حيث واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر سفيرها الإنساني في اليمن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حزمة مشاريعها الرمضانية لهذا العام في محافظة شبوة، وذلك من خلال إطلاقها لمشروعي المير الرمضاني والمساعدات الإنسانية العاجلة. ويأتي هذين المشروعين في إطار الخطة الإنسانية والإغاثية التي تنفذها الهيئة كاستجابة سريعة وعاجلة للتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية التي تعيشها الكثير من الأسر الفقيرة من عدم القدرة على توفير أدنى مقومات الحياة الضرورية في هذا الشهر الكريم، نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى تدني مستويات الدخل لدى هذه الأسر. حيث حرصت الهيئة من خلال هذين المشروعين على تلمس احتياجات الأسر الفقيرة والمتعففة والنازحين في العديد من مديريات محافظة شبوة، بالإضافة إلى استهدافها للمرضى في مراكز الغسيل الكلوي والأورام السرطانية في عموم مديريات المحافظة. ووفقا للإحصائيات التي أعلنتها الهيئة، فقد قام الفريق الميداني التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع ما يزيد عن 290 طنا من المواد الغذائية ضمن مشروع المير الرمضاني، والذي من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 30,250 فردا من الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود في مديريات الروضة والصعيد وبيحان وعين وعسيلان. فيما قام الفريق الميداني للفريق الأحمر الإماراتي بتوزيع أكثر من 368 طنا من المواد الغذائية متعددة الأصناف ضمن مشروع المساعدات الغذائية، والذي من المحتمل أن يستفيد منه حوالي 40,000 فردا من الأسر الفقيرة والمتعففة وذات الدخل المحدود في مديريات رضوم، ميفعة، مرخى العليا، مرخى السفلى، إضافة إلى الأسر الفقيرة والنازحة في مديرية حريب بمحافظة مأرب. واليوم ها قد انقضى رمضان وغاب هلاله، ولكن لا يزال الهلال الأحمر الإماراتي حاضرا يمد جسور الخير والعطاء، ولا يزال دعم الإمارات لشبوة باقيا وشاهدا للعيان
فلدولة الإمارات جهودا كبيرة في دعم القطاعات الخدمية في محافظة شبوة كالتعليم والصحة وغيرها من المجالات الأخرى. فبدعم من دولة الإمارات قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالإشراف على صيانة وإعادة تأهيل وحدتي السلمين والمعفاري الصحيتين في مديرية مرخى العليا، فيما تقوم الهيئة حاليا بالإشراف على بناء وتأثيث 6 فصول في منطقة مدنة بلعيد بمديرية مرخى العليا. كل هذه المشاريع وغيرها الكثير تكشف جليا حجم الجهود الإنسانية التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريقها الميداني في محافظة شبوة، الذين عملوا خلال سنوات طويلة بجهد وتفان وإخلاص ليكونوا سفراء للإنسانية.